وأرسلت غواصة نووية. آخرون من المكاتب ووجود نتنياهو وأمريكا وأن إلقاء الكرة في ملعب حماس والفصائل، وإذا وافقت ستكون إسرائيل أنجزت بالانسحاب التدريجي. إذا هنا مرة أخرى في موضوع توازن القوى والجانب القوى يمكن أن تخضع لأي تعديلات أو لأي تحفظات ربما أو نقاش أو أفكار قد تريد حركة حماس أن تقدمها في إطار محاولة التوصل إلى هذا السلام كما يسميها رئيس ترامب. إسرائيل ورئيس ترامب إن جزءا من ذلك يرتبط بجدية دخل حماس على الحكم وتمويل نزع سلاحها قوتها مع الوقت وتعتمد على إسرائيل، وبالتالي تدمر إسرائيل مع خطة الدول العربية المليارات على إعادة بنائه، وهذا غير مقبول لا بالنسبة للدول العربية ولا لإسرائيل ولا الدول الأوروبية ولا الولايات المتحدة، ولا مجال